الثانية، الأمير سلطان رحمه الله بعثنا نجري عمليات على حسابه في المغرب من 15 سنة. في بالي أن المغرب يعني المستشفى اللي بروح لأنه مجهز. يوم رحت ما لقيت مثل ذا الغرفة هذه، ما فيها شيء. احنا نبي نعاش ونبي شغل ونبي عالم ونبي تدهر. فحاولت اني اتصل بالامير اني اقول له ترى الفلوس اللي اعطيتنا ما تكفي، لان احنا بنجيب اجهزة الان، بنستاجر اجهزة. فعجزت كيف يعني القضية كلها في يوم يومين لازم احنا قاعدين ننجز. جاني واحد مغربي قال التاجر الفلاني عندهم زي من اكبر تجارهم، ترى يعطي وينفق. رحت له في بيته، دقيت عليه دخلت عليه وقلت القضية كذا وكذا وكذا، احنا جايين كذا وكذا ومعنا الفلوس هذه لكنها بتروح كلها لأشياء لكن احنا طرأت علينا هذه الأشياء ونبغى لنا 100,000 دولار أخرى نستأجر بها هذاك. قال فلان ايش كذا، عط الدكتور. قلت لا تعطيني، عندنا الشركات هذه روح اشتريها. لا استئجار احنا أجرة لمدة شهر ونص. قال طيب. فأنا قلت له حديث ما نقص مال من صدقة. قال يا ولدي انقل عني، والله إني لا أخرج المليون من هنا في أول أسبوع إلا يأتيني 3 في آخر الأسبوع. سبحان الله. يقول انقلها عني، هذه أنا عندي أنا، ووالله أني ما عرفت نفسي أني رديت أحد، ليس في شيء إلا لعلمي أن الله هذا ماله وهو الذي يزيده وينقصه. سبحان الله. فأنا أنا خازن لهذا المال، علي أني أنفقه في سبيل الله. كيف يأتيني سيأتي. جابوه مرة مقابلة وأنا موجود، هو نفسه ذا. أي تبرع ملايين كثيرة. ترى باخذ جواله حق اللقاء. نسيت الله، يمكن مات الله يرحمه. الله يرحمه. فجابت المذيعة تقول له عيالك ما يقولوا لك ليش تنفق هذه الأموال؟ قال عيالي هم أهل المال. قالت لا هو مالك. قال لا ولو مالي، مال ربي. سبحان الله. أنا مستحارس عليه. بعدين عيالي أعطيته من الدنيا، كل واحد معه مصنع. عندي 4 عيال كل واحد مسكته مصنع. ماذا يريدون؟ والمصانع هذه تأتي لهم بأموال كثيرة. صحيح. هذا الرجل موقف 21 عمارة على غسيل كلى 750 مريض غسيل كلى سنويا. موقف 20 عمارة أخرى على مستشفى 250 سرير علاج من أول لآخره. موقف مثلها قريبة منها 17-16 عمارة على 50 عملية قلب سنويا على حسابه. موقف ما أدري كم عمارة على 1350 يتيم يأخذهم من أولى ابتدائي ويسلمهم في 3 ثانوي، أكل وشرب ونوم ودراسة كلها على حسابه في بيت الله يرعاهم. قلت لأحد الواحد من التجار عندنا هنا، قال أنا ما يسطي قلبي أطلع شقة وقف قبل ما أموت. إذن وهذه قضية أخرى. أخرج فربي يعطيك أعجبني أحد التجار، جيت في موضوع ولو أنا عادة ما بس موضوع الغصب. جاني واحد مثلك ولزني وغصبني ورحت. قال لي يا أبو محمد شفت بيتي اللي أنا فيه هذا؟ قلت إيه. وسيارتي اللكسس برا؟ قلت إيه. وعمارتي الفلانية شفتها في الشارع الفلاني؟ قلت إيه. قال هذا لي والباقي لك، خذ من مشروعك، خذ من مالي اللي تبي، إن بغيت أخذك كله لن أردك أبد. فأخذت منه يمكن 1,350,000 لهذا المشروع اللي فيه ذا الرجل. فالناس بعضهم يعني يعطي، تقول إنه كيف يعطي؟ بل أعرف رجلا مثل حالي وحالك من المتوسطين. الله يستر علينا بستره. أي يعني من المتوسطين الأمة. طيب. اللي ربي مغنيهم عن الناس، فهمت، وساتر عليهم وأمورهم طيبة وعايشين عيشة طيب. متوسطة. أعلم معلمة كاملة
إذا صرف ذاك الشهر 12,000 ريال يتصدق ب12,000 ريال مثله. سبحان الله. إذا صرف 11 يتصرف ب11. مرة هذه أنا شايفها، رايح أنا وياه في سفرة بعوائلنا وصرفنا 11,000 دولار. قال لي وين بجيب 11,000 دولار؟ أبي لي مشروع. ما كمل، ما ملا فمه إلا جاه مشروع ب11,000 دولار متعثر ولازم يدفعه الآن. سبحان الله. فدفع الآن قبل ما يتعدى ذاك البلد. يقول عادة عندي، صرفت 4,000 ريال شهر، أنفق 4,000 ريال حتى لو تصير فيها شوي ضيق أدبرها من هنا من هنا، أو أخليها على يدين، بس أعلم أنه لو جاني أجار بيت، جاني شيء جاني منه أخذ منه، خلاص مكتوب علي إني أتصدق بما أصرف. فأسألته ليش؟ قال أستحي من ربي، آكل من ماله ولا أعطي عباده. سبحان الله. يقول والله يا أبو محمد أستحي. يعني معنى هذا أن الصدقة